حضراتكم الاختبار الثاني هيد اب 50 متر. يبقى دي زمن، طبعا كل حاجه بزمن 90 ثانيه. 90 ثانيه يعني دقيقه ونص. انت رايح للضحيه، راسك دايرك على الميه، بتطلع بايدك 8 بالعربي، الرجل ورا قصيره وسريعه. انا بسميها عمت الاسد. خلاص؟ لازم عشان انزل اجيب غريق ما انزلش اعمل بالانس. في اللحظه دي ممكن هو يخطف، لازم تنزل ستريت جامب وحافظ على راسك فوق. بالتصوير قدام حضراتكم قفزه الانقاذ بتيجي من الجري راني. لو الغريق هنا انط هنا، لو الغريق هنا اجري على الارض اسرع وروح نط قصاد الغريق. الاختبار الثاني 50 متر هيد اب. اتفضل. اتفضل. اجري. الصورة تجمع الثلاثة، الصورة تجمع الثلاثة، الصورة تجمع الثلاثة، مش وسط الحيط. عينك عنك، بتجيبوا الموافين، بتجيبوا الموافين. مش جايبهم. الاختبار رقم 3 حضراتكم باك بريست. قلت زي ما شرحت مش وقت شرح. انزل نط برجليك عادي، نط برجليك عادي، وبعدين واجه الحيطه، اطلع يلا اتفضل. ده شكل الاختبار. ارفع ايدك. في ستوب مؤقت. اختبار رقم 3. طلعي زي ما شوف هات 2 في كتف، هات 3 في كتف على عندك، هات 3 في كتف. ارفع ايدك، ارفع ايدك، ارفع ايدك. لا انا ارفع ايدك، ايدك. شوت 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 شوت. ده الباك بريست. ستوب. الاختبار مش هبص لك حضرتك، انت اللي تجري ورايا الكاميرا. ده صور ظهري اهو، كله متصور مش هعمل. ركز بقى معايا زي ما انتم شايفين. الكاميرا هي اللي بتعمل معايا كده، يعني انا الحمد لله الكاميرا اللي بتعمل كده ومتسجله. الكاميرا اللي مش واخد باله يلف ورايا، بيلف ورايا ما اعرفش ليه. رجاله عاش وشكرا ممتاز. عملنا كده اختبار رقم ده الرابع سايد ستروك. ابص في الساعه، اشيل بايدي من هنا والرجلين كروس، نط ستريت جامب عادي اللي احنا بنطوه واشتغل. لو انا رميت لك البورد يبقى انا رميهولك عشان اتاكد انت رافع ايدك ولا لا. اول واحد اتفضل. جنب شد. اتفضل. بص في الساعه. اتفضل اتفضل. شد بص في الساعه. ارفع البورد. اتفضل. بص في الساعه. شد. النهارده وصلنا لاختبار رقم 4 اللي هو سايد ستروك. طب الاختبار اللي انا هي مدارس، كلنا الاتحاد وكلنا بنشتغلوا في تيم واحد، بس دي رساله بقولها لكل الناس. قوي نفسك في الاندر ووتر. معظم حالات الغرق بتبدا فوق يعافر وينزل على الارض. حادثه في الدلنجات بحيره لولد وحيد لوالده، القريه كلها او المنطقه كلها حاولت تجيب الولد ما عرفتش تجيب، لان ما عملوش معادله وينزلوا العمق يجيبوا الولد والحمام 5 متر. فبالله عليكم خلي بالكم الاندر ووتر. بعيد تاني، الاندر ووتر الغوص تحت مسافته 20 ل 25 متر عشان تنجح في الاختبار ده. اعمل صوب مؤقت لما اجهز الرجاله. الاندر ووتر بتعمل بالانس. يلا حط المسافه. بص حضرتك هيطلع فين. ما تجيبش الغواصين، يلا ما تجيبش الغواصين. هنا ممكن يصف الاختبار. انزل تاني، ليك تطلع مره، ليك ايه؟ تطلع مره. وريني كله من درجات. لو طلعت مرتين زيرو، لو طلعت مره هتاخد 50%. يهمني ياخد 50%. لو كملت المسافه تاخد ال100 من 100 في الاختبار. اعمل ستوب مؤقت. الاختبار المهم هو المحاكاه الطبيعيه. واحد بيغرق تمثيليه وزميلك بيروح. حضرتك انا بغرق، تيجي على متر، لو بتكلمني وانا شاحن نفسي ممكن تكلمني اهدى، قول لي اهدى، هتقول لي اهدى وتعمل بالانس متر وتلف تيجي ورايا. تمثيليه عليه اهي. زميلك هيغرق، ده بيغرق وانا المنقذ. نزلت ستريت جامب، عمت هجيبك واجي عامل بالانس وجاي من وراه خط في ايده اهي بتفك اهو واقوم بيه. حاول تمسكه تعالى كده، حاول تمسكه مش هيمسكني. لف كده خلاص اهو متحكم فيه. اهدى واطلع بالغريق. اوكي. الاختبار ده سحب الزميل. 1 2 منقذ، 1 2 غريق. روحوا اغرقوا هناك. اعمل ستوب غريق. خطك غريق.
بدور على الغريب. صور. هات الغريب. جدع سقفوا له جامد يا جماعه، سقفوا له جامد. سقفوا يا جدعان. كنت مع حضراتكم، يعني يا رب نكون ضيف لطيف. وضحنا 6 اختبارات دورة الإنقاذ، وبالمناسبة دورة الإنقاذ مش مكلفة. دورة الإنقاذ برسوم بتندفع للاتحاد، ورسوم بياخدها المدرب، جزء بسيط للمدرب نتيجة المية وتعبه. دورة الإنقاذ بقول لحضرتك سوق العمل محتاج، في السخنة عايزين منقذين، في الغردقة محتاجين منقذين، في شرم الشيخ، في الساحل الشمالي الغربي بيبدأ من شهر يونيو، وفيه بيبدأ من نص مايو. بقول لحضراتكم كل الشباب لكل الناس، دورة الإنقاذ أو إنك تكون منقذ مش مرتبطة تربية رياضية، ومش مرتبطة بتعليم، ومش مرتبطة إلا سليم الحواس. طالما أنت بتشوف وبتسمع وراجل متزن انفعاليا وعقليا، خش دورة الإنقاذ، افتح لنفسك باب رزق. أشوفكم على خير. أخوكم الدكتور رأفت حمزة، أكاديمي في جامعة اسكندرية، ومدرب دولي معتمد من الاتحاد الدولي الILS والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ. أشوفكم في الفيديو.